بتعمل ايه؟ خلي الناس تفرح يا بابو، دي نظرة السعادة في وشوش الناس بفلوس الدنيا كلها. ايوه يا بابا بس كده حرام، الفلوس كده تترمي لأي حد. طب واللي في البيت دول؟ طب والمشروع اللي انا قلت لك عليه؟ مش قلت لك انا شوف يتكلف كام، وانا من ايدك دي لايدك دي، بس الحق بس قبل الفلوس ما تخلص. حاضر يا بابا، لازم الحق نفسي، لازم الحق نفسي دلوقتي حالا. شكرا يا جماعة، شكرا يا جماعة، ده واجبي، ده واجبي. ايه ده؟ هو بابا ساب الورشة مفتوحة؟ بالنسبة انت بتعمل ايه هنا؟ سيبني يا وابو دلوقتي عشان انا مركز في الشغل. شغل ايه ده؟ هو بابا شغالك عنده؟ شغال عنده ده ايه؟ قصدك شريكه؟ نعم شريكه؟ ايوه يا حبيبي، انا اللي شايل الشغل كله طفح الدم، وهو مسك لي الشغل هنا. انتوا فاكريني ايه؟ لا، انا لحمي مر. رحت ده يا وابو. الحلو في الفرندا شاولي وبصيلي حلو في بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا صبري، هي الجلابيه مش عاجباك ولا ايه؟ مش قادر انام وانا حاسس ان في ناس غيري فقراء مش لاقيين ياكلوا ونايمين من غير عشاء. انا بتألم من اجلهم. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يصبرهم ويرزقهم يا اخويا. خلاص طلع قرش اللي الجامع ده، انا ياما اتحايلت عليك واقول لك يا صبري طلع حاجه لله يا صبري. خلاص يا ام ابو، ما بقاش في فلوس تطلع تاني. نعم يا اخويا، مرت علينا وعلى نفسك السنين دي كلها، وإيش جمعيات وإيش فلوس في البوسطة، وجاي دلوقتي تقول لي معيش فلوس؟ بص بقى انت ترد عليا بصراحة، هات من الاخر، في واحدة تانية في حياتك يا صبري؟ ابدا ابدا يا طعمة، هو انا هلاقي زيك يا ام العيال؟ ما انت اكيد ما لقيتش زيي، اكيد لقيت واحدة مختلفة. امال فلوسك فين؟ الفلوس كلها اديتها لاهل الحاره. وهنا نعمل جزء للصيانة. اي بابا عالسواد اللي هتشوفيه يا طعمة يا حبيبتي، يا خيبة أملك يا طعمة، رميت فلوسك في الشارع يا صبري، يا آخرة صبري. يا ماما اهدي بس بالراحة، مش كده. الحق يا وابو، أبوك خلص كل فلوسه وبان على الحديدة. الحديد ده حتى الحديدة عاوز يديها للناس، مستخسرها فينا يا وابو. ايه؟ معقولة؟ طب والمشروع بتاعي؟ ما انت اللي اتأخرت يا ابو يا ابني. لا يا بابا لو سمحت قول انك بتهزر. ما تقلقش يا ابني، من بكره ان شاء الله هكون اتصرفت. انت لازم ترجع الفلوس يا صبري. حاضر بس هدي نفسك يا حبيبتي. انا مستعد اتنازل عن الشركه. ده بيقول لك عم نشاره لا انشاره دهب في الورشه. يا عم ده بيقول لك انه لقى مقبره فرعونيه تحت سريره. انت شفته وزع فلوس على اهل الحاره ازاي؟ امال هيعمل معايا انا ايه؟ ده انا حتى شريكه. والله بلغ البوليس يا ماما، بلغ البوليس، بابا هيضيعنا. انت شوف ابوك يا واد بدل ما ارتكب لكم جنايه. صبري نشارة يا أمها، ايه الفلوس دي كلها؟
بابا انت بتعمل ايه يا بابا؟ سلام كبير لانجح واحد في حتتنا، ابني وابو اللي هيبقى اكبر رجل اعمال في الدنيا. وزع شربات يا ابني على الحاره كلها بمناسبه نجاح ابني في مشروعه الجديد. واجب يا معلم. يوه، ما كفايه شربات يا عم صبري، معدتنا قلبت، عايزين نحدى. تحدقي يا وليه يا ناقصه ملح. ده انت تؤمري. وزع يا ابني سندوتشات جمبري للحاره من محل الشبكه بتاع السمك. يلا. ماما بابا ارجوك تعالى، عاوزك شويه بعيد عن الدوشه دي لو سمحت. حاضر يا حبيبي. بابا مش قلت لي انك معكش فلوس؟ جبت الفلوس دي كلها منين؟ رهنت المحل يا حبيبي. رهنت المحل ليه يا بابا؟ امال هصرف عليكم منين؟ والمشروع اللي انت عاوز تعمله كان لازم تعمله. انا لا يمكن اكسر قلبك يا ابني. مش ممكن. طب قدر الفلوس خلصت بتاعت المحل، هنعمل ايه؟ ابيع الشقه مفيش مشكله. كمان يا بابا ربنا ما قالش كده، لا نمسك على نفسنا قوي ولا نفرط في اللي معانا كده بسهوله. اوعى تفكر يا بابا لو صرفت فلوسك كلها الفقراء هينقصوا، بالعكس هيزيدوا بينا واحد. انما بالمعقول وعلى قد امكانياتنا يا بابا نعيش. ياه فعلا يا ابني معك حق. كتر الف غيرك على النصيحه. خد دول 200 جنيه حق النصيحه. كل يوم تديني نصيحه اديك فلوس، لاني خلاص مش هصرف فلوسي في الفاضي بعد كده. بس انا كان ليا عندك طلب، يعني ممكن تحاسب بتاع السمك عشان ما بقاش معايا ولا بجيب. مفيش فايده يا بابا، مفيش فايده. اخيرا جيت يا كبير، انا مستنيك علشان اخد تريحتي.